مشاهدينا، احنا النهارده في فعاليات يوم انا الممكن التصفيه الثانيه للالعاب الذهنيه في القاهره. انتظرونا لقاءات مع لجنه التحكيم وفريق التنظيم واولياء الامور. ولسه مكملين زي ما وعدناكم الاراء مع لجنه التحكيم ومع فريق التنظيم ومع اولياء الامور. معانا النهارده رئيس الاتحاد المصري دكتور عبد المنعم شرف الدين. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. اهلا بيك يا فندم. بنحيي حضرتك طبعا اولا عن تنظيم اليوم الرائع، وحضرتك فعلا كنت حريص القاعه ما يكونش فيها اي صوت وقت اختبار الاطفال. حضرتك ده اول مره ليكم ولا دي مره كام؟ هي في مصر دي البطوله رقم 25 بتتعمل من 2014 واحنا بنعمل بطولات، واشرفنا على 23 بطوله بره مصر. حضرتك سمعنا ليك اولاد دلوقتي ابطال جمهوريه، صح المعلومه ولا ايه؟ هم بقى لهم من 2019 ما عملناش بطولات بالنسبه للذاكره معاهم، ولكن هم كانوا قبل كده نفس بطولات العالم ونفس بطولات افريقيا وبطوله مصر، وحصلوا على كذا بطوله من الكلام ده. طب حضرتك ايه الدلالات اللي ولي الامر يعرف بيها ان الطفل ده ما شاء الله تحت لقب العبقري؟ بص يا فندم، احنا في البدايه بس بنقول حاجه مهمه قوي. عندنا في مصر عندنا الشغل الذهني بالذات في مشكله موجوده مع الناس، ان هم كل اللي يهمهم ان هم ياخدوا دوره مش عارف ايه. لا، القصه غير كده خالص. انا عندي بعمل تيست الاول للولد من بدايه من اول كي جي 1، ببدا احدد له هو ممكن يخش كليه ايه من خلال المهاره اللي عنده والتقنيات اللي موجوده، فكل ده بيختلف معانا. بنقول مثلا في طالب ينفع يشتغل رياضيات اللي هي زي اللي جوه دلوقتي، في طالب ما ينفعش لان مهاراته مختلفه، لان ربنا خلق لكل واحد فينا في حدود 150 مليار خليه، عمل فصين، كل فصل بيشتغل. انا تفكيري غير تفكير حضرتك غير تفكير اي حد، فلا بد ان انا اما اشتغل على التفكير بتاعي. لما اجي اتعامل مع الطفل او اتعامل مع اي حد، اتعامل على مهارته هو بيشتغلها ازاي، وابدا انميها له واشتغل عليها. فاحنا عندنا العاب ذهنيه كتير اكتر من لعبه. عندنا لعبه ذاكره، حساب ذهني، الروبوت مكعب، الذكاء الاصطناعي، استراتيجيات الدفاع الذهني، في اكتر من 5 لعب موجودين معانا في الاتحاد. ده بالنسبه لي. نختم سؤالنا مع حضرتك قلت جوه في القاعه ان مش شرط تكون انت خارج بكاس او خارج بشهاده، ده كده مع حضرتك انت بتحفزهم؟ بص حضرتك معايا، المتبع في الفتره اللي فاتت في بطولات الحساب الذهني مع البرامج بكتر البرامج اللي موجوده، مع احترامي الكامل لهم كلهم، ان هم اهم حاجه عندهم يرادوا الطالب، بمعنى ان هو يديله كاس كتير، يدي كوس كتير جدا وميداليات والكلام ده كله. فطبعا ده مش صح. انا القصه عندي كلها، انا بطلع عندي كل مستوى بعمله اول وثاني وثالث زي اي بطوله موجوده، اول وثاني وثالث بس. ان شاء الله لو في 100 واحد هم اول وثاني وثالث بطلع 3، في 10 بطلع 3، في 3 بطلع هم ال3 على حسب المواد معايا، حسب اللي اشترك معايا ببدا اشتغل عليه. فلذلك انا هم متعودين ان هم ياخدوا كوس كتير وحاجات زي كده، لكن انا بقول يا جماعه احنا بنشتغل بنظام النقاط. عند البطوله دي التصفيه الثانيه ان تعتبر شبه النهائيه لبطوله الجمهوريه بتاعت شهر 7 القادم. فبالتالي انا بقول لك انت خدت كاس او ما خدتش كاس، انت خدت 40 نقطه، خدت 40 نقطه تاهلك ان انت تبدا تخش البطوله الجايه بالباي كود اللي انت اشتغلت عليه، وده يعتبر لسه اول مره يتطبق على مستوى العالم كله، نظام الباي كود المصري، وده اشتغلنا عليه. شكرا حضرتك يا دكتور. فرصه سعيده جدا.